الشعب المصري بيحب التفاهه قوي. حاجه التافهه اللي انا بعملها دي هي اللي بتجيب رزق. الشعب بيحب التفاهه. او ماي جاد، ربنا يرزقني. هو ايه حكايه او ماي جاد دي؟ بعدين ايه بنحب التفاهات دي؟ ما تقولي كلام عادل يا ست، انت في ايه؟ بعدين يا معلم انا ملاحظ ان ناس كتير قوي عماله تقول دي كده بعد التحديث الجديد. انا خايف القي نظره على النسخه القديمه. خافش من حاجه ابدا. الحالة ضنك صحابي فاكرني مدير بنك. واضرب كمان عايزه توب. الصوت رائع، انا ما شفتش ارقع من كده الصراحه. طبعا لا بصراحه يعني كده في اشاعات تدار بتقول يعني ان انت تحسدي. الكلام ده صحيح؟ عمرك شربت مانجا خام؟ لا ما شربتهاش. يا رب ما تشوفني ولا تشوف الحلقه، بس يعني هم اكيد ظالميني ودي صدف ان شاء الله مش صح. جايبه اسمها ايه دي تقولوا معايا؟ حسدتها عيني جابتها الارض. انت كمان عارفه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب عليه يعني بيني وبينك كده، انت عايز ايه عشان الترند بتاعك ده يخلص؟ عايزه فلوس ولا شهره ولا عريس؟ بدور على عريس بجد. بس ايه رايك بقى تتجوزي وتبطلي تطلعي؟ يعني بالمناسبه مواصفات العريس ايه؟ المواصفات بتاعتي يكون معاه فلوس وبيصرف. عايزه ده ب 300,000 جنيه ويكون معاه فلوس وغني ومعاه عماره. لا مش ماديه خالص يا علاء بصراحه. لا دي زيتونه كذب دي. معلش يا معلم عادي الدنيا معايا. فين اللايفات؟ جو اللايفات ده يا جماعه يعني معلش لسه شغال. اعتقد كانت موضه وخلاص بقى. بجد او ماي جاد، ربنا يرزقك. خير يا فندم.